سلام. وصفه اللي غادي نشارك معكم اليوم تحليه ولا سناك صحيه ولا فطور صحيه ولا عشاء صحيه ولا سجلوها رمضان سحوركم ان شاء الله. المهم سميوها اللي بغيتو، كتجي اكثر من رائعه وكتخليك شبعان مده طويله. غادي نحتاجوا رقائق ديال الشوفان عندنا من الحجم المتوسط او لا عملوا الحجم الكبير. كنديرو في بول كنغسلوه مزيان عده مرات حتى كيصفى من داك النشا وكيولي الماء صافي على هذا الشكل هذا. من بعد كنصفيه كنديرو في بول عاوتاني وكنخوي عليه الماء اللي يكون غليان، كنغطيه وكنخليه يرتاح واحد 10 دقائق ومن بعد كنصفيه عاوتاني. هاد العمليه هادي كتخلينا الشوفان على هاد الشكل هذا ما معجنش، كيبقى مفتول حبه حبه وكيبقاو فيه الفيتامينات ديالو. مني كنطلقوه راه كيتعجن وما كيبقاوش الحبوب ديالو باينين. الوغ من بعد ما برد مزيان 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 كنضيفوا عليه لي فخوي على حسب متوفر. اللي عندنا في الدار درت التفاح، عملت البنان، عملت الفخاز، غادي نضيف عليه التمر مقطع كثروا منه واحد شويه حيت كنعتمدوا على حلاوه طبيعيه. ضفت الزبيب، عندي شويه ديال الكركاع، وغادي نجمع هاد السلطه هادي بجوج ديال الياغورت يا اما ديال الفاني او لا ديال البنان، حيت هاد جوج ديال ليكو كيتماشيو بزاف مع هاد السلطه هادي اللي درت دابا. غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها حتى كتبرد واحد شويه، بحيث شحال ما بردات كتزيد تعلب كتطلق داك اللوكو ديالها زوين. وهادشي اللي كاين بالصحه والراحه. بسلامه.